السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ طبعا انتوا اكيد مستغربين ان انا طالع كلاسيك المره دي مش كاجوال، تلاقيني طالع ابلغكم بخبر مهم جدا، وهو انتظروا في معرض الكتاب الجاي الديوان بتاعي ان شاء الله. للناس اللي ما تعرفش ان انا بكتب اصلا شعر، فهتلاقوا الكتاب بتاعي في دار دال ودار ت مربوطه. الكتاب بتاعي هيكون بعنوان ذلال بيض. هو ديوان شعر فيه عصاره هضميه للفتره الطويله اللي انا عشتها دي، وكفاح سنين يعني يا جماعه. هشاركه معاكم، وانا هعرض عليكم كده جزء من قصيدة كاتبها في الديوان اسمها يا وليد، فيا رب تعجبكم. يا حزن ساكن في الرموش درويش، بحزن بلاقي بعد حزني مفيش. عليا شبكة وانتي عليك النيش، ونعيش في بيت ما يعمروش غيرنا. يا بنت القلب وقلب واحد ما يكفكيش، يا بنت 60 قلب حبي ليكي ما يتحكيش. افتحي موبايلك، اخلصي، افتحي موبايلك وعلى الله تكوني في قناتي ما اشتركتيش، وللجرس ما فعلتيش، وان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله يا وليد. احنا بسم الله ما شاء الله علينا مجتمع يعني عنده قدرة رهيبة جدا في تحويل الرسالة الى سلعة. طبعا مش عيب ان الرسالة تعتمد في وصولها على مهنة، يعني مثلا المدرس عنده رسالة فبيمتهن التدريس علشان يوصل الرسالة مفروض. نفس الكلام الكاتب بيمتهن الكتابة ويسترزق من وراها علشان يوصل عن طريقها رسالة. بس العيب بقى ان احنا حاليا الموضوع بعد انتشار السوشيال ميديا والمتابعين الكتير والفولورز، الموضوع بقى عبارة عن سلعة. من فترة طويلة ده حصل قدام عينيا، انا كنت بكتب شعر كده على خفيف واعرف ناس بتكتب شعر بشكل كبير، ففي منهم واحد خد قصائد كتبها وعرضها على دار بدون ذكر اسماء، كانت لسه طالعة قريب، وهي على فكرة اللي ماسكة اغلبية السوشيال ميديا دلوقتي. فوراها الشعر بتاعه وعجبته جدا، بس قالت له للأسف مش هنقدر ننتج لك الكتاب بتاعك الا لما يكون عندك على الاقل 10,000 مشترك عشان نضمن ان الكتاب بتاعك يتباع. هما مش هاممهم ايه اللي مكتوب في الكتاب، هم هاممهم ان انت عندك ناس تشتري الكتاب. والله بقى لو بتقول حلاوتين مكتوب في الكتاب حلاوتين بيس، بس عندك ناس بتتفرج عليك فهنطبع لك الكتاب. فتحول معرض الكتاب او اتحولت الكتب الموجوده في السوق اغلبها لكلام كله رزع وهلس. عشان كده تلاقي الدواوين الشعريه انتشرت اول فتره فاتت، لان هي اسهل حاجه. هات شويه كلام شبه بعض وحطه في الاخر واكتب اي حاجه. واي واحد سوشيال ميديا دلوقتي عنده متابعين كتير ومش عارف يعمل بيهم ايه، طب ما اعمل لي كتاب في معرض الكتاب. فتلاقي معرض الكتاب بقى كله بقى كتب تنميه بشريه وكتابه المعنى مع صديقي والذات في مش عارف داخل اللي يتقوقع، ودواوين بقى كلها ديوان العشق في إيه؟ ديوان ممكن كتاب السحلية المحنتوفة، وكلمات كلها عليه. بقى انا راجل عميق، انا راجل بفهم، فمش هديك الاسم سهل كده وخلاص، لا لازم اعمل لك الكتاب بتاعي، وهو كتاب يتحدث عن المعلوقة الملزقة في دماغ وشغلانة زرقاء. فبالتالي كمان معرض الكتاب بقى الناس اللي فيه بعد ما كان بيروحوا القراء بس، بقى الناس اللي بتروحوا مجموعة من الاشخاص. يا اما واحد راح يشقط ودي كتير قوي، لا اما واحد راح يقابل الكراش بتاعته اللي مش عارفين يقابلوا بعض بقالهم مده، وهقول لبابي ايه وهقول لمامي ايه، خلاص يا حبيبتي بقى قولي له يا حبيبتي رايحين معرض الكتاب، وراح معرض الكتاب مع اصحابي وانت راجعه باشتري الكتاب. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. لا اما واحد على السوشيال ميديا معروف بس هو لا ليه في قرايه ولا ليه فطور ولا في طحين، بس عايز يعمل شو، فيقوم مطلع موبايله ومشغل كده فيديو جميل ومنزله على السوشيال ميديا. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ طبعا انا بقالي فتره طويله نفسي اقابلكم ومش عارف اقابلكم ازاي، فجت في دماغي فكره، ايه رايكم انتظروني يوم الثلاث الجاي في معرض الكتاب قدام دار كذا، نتقابل ونتصور مع بعض ونشوف بعض، وهتبقى فرصه سعيده ان احنا نتقابل وتقولوا لي ايه الكتب اللي هتجيبوها. سلام. لا يا شيخ معرفتكش انا يعني كده، وهتلاقي 10% بس هم القراء. فبالتالي الكتب اللي بقت موجوده في المعرض كتير جدا ونصها رزع وهلس، والناس اللي رايحه المعرض كتير جدا و90% منهم مش رايحين يجيبوا كتب ولا حاجه، بيدخل زي ما دخل زي ما خرج، زي مولاي ما خلقتين. وطبعا في فئه مهمه جدا رايحه المعرض عشان تعمل لك تشيكن معرض الكتاب وتتصور في ايديها كتاب، لا اكتر ولا اقل. فانا مش عارف احنا ليه بنعمل كده. يعني انا واحد من الناس مثلا مش قارئ جيد، ما بحبش القرايه خالص، بقرا كل فين وفين ماشي، بس اما بتحلالي بقى ان انا اقرا كتاب خلاص هروح اجيبه من المكتبه، ما حبكش ان انا اروح اجيبه من المعرض واعمل زحمه على الفاضي عشان ابان ان انا الواد الشبح، يعني مش قصه. فهتلاقي في اخر سنتين كده، ولو انتم متفقين معايا او مختلفين عرفوني في الكومنتات، في موضه غريبه طلعت اسمها موضه القرايه. احنا مش قراء، احنا بنفهمش، احنا حمير، بس احنا عندنا موضه القرايه.
تروح المعرض. رايح فين؟ رايح معرض الكتاب، رايح اشوف كده كتب، وهو لا هيشتري ولا يوم ما يجيب له كتاب يجيب له كتابين وهما دواوين وحاجات عاديه. وطبعا لازم الكتب اللي هيجيبها يصورها وينزلها على الفيسبوك ويكتب عليها خلاصه المعرض. فيعني نحاول على قد ما نقدر كل واحد يكون نفسه، ما يحاولش ان هو شايف فيه هاله بتحصل او حاجه بتحصل فيدخل مع الموجه بتاعتها. بلاش كل حاجه نحولها لموضه. انا طبعا مش ضد القرايه، مش ضد القراء، انا بحترم الناس اللي بتقرا جدا رغم ان انا مش قارئ جيد، بس انا ضد الناس اللي بتحب تركب الموجه وتبين نفسها وخلاص. عايز تبقى قارئ جيد روح معرض الكتاب، مش مهم هتقرا ولا لا. عايز تبقى فوتوغرافر هات لك كاميرا، مش شرط بتعرف تصور ولا لا. كده بناخد الحاجه من على الوش، ما بنخشش في تفاصيل. فنتمنى ان كل واحد فينا يعرف مميزات نفسه ويشتغل عليها من غير ما نحاول نقلده وخلاص. ما طولش عليكم اكتر من كده، يا ريت تعرفوني رايكم في الحلقه في الكومنتات ومتفقين معايا ولا لا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتتابعنا على الانستجرام، لان احنا بننزل عليها كل يوم اول باول صور واحداث واخبار والى اخره. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.